يقولوا بلي اصعب درس في اللغه الانجليزيه هو درس الماضي، على خاطر جمع علينا نحولوا الافعال الى الماضي وكاينين الافعال غير منتظمين. بصح اليوم مع مستر بحمد راح نمد لكم افضل طريقه اللي تحكوا بها على الماضي في اللغه الانجليزيه. ليتس جو. واش درت مستر بحمد؟ غلقت الباب. I closed the door. I closed the door. في اللغه الانجليزيه كي تكون حاب تحكي على اي عفسه درتها في الماضي تقول I انا الفعل اللي درته تزيد لها الاي دي. For example I closed زدت لها الاي دي the door الباب. I closed the door. واش درت مستر بحمد؟ فتحت لابان. I opened the trunk. I opened the trunk. I أنا opened فتحت زدت لها الاي دي the trunk وهو الخلف تاع السيارة ولا لابان. I opened the trunk. واش درت مستر بحمد؟ باركيت الطوموبيل تاعي. I parked my car. I parked my car. شتو كيجي كي parked زدت لها الاي دي. I parked قريت my car. مستر بحمد غسلت سنانك؟ Of course غسلت سناني. I brushed my teeth. I brushed غسلت زدت لها الايدي my teeth سناني. I brushed my teeth. الحمد لله. السلام عليكم. الله يتقبل مستر بحمد. واش درت؟ صليت الظهر. I prayed الظهر. I أنا prayed صليت الظهر. الله يتقبل إن شاء الله. مستر بحمد نقيت يديك؟ Yes نقيت يديا. I cleaned my hands. I cleaned أنا نقيت نظفت my hands. I cleaned my hands ودوك راهم نضاف. بصح مستر بحمد ماشي كامل الافعال في اللغه الانجليزيه زيدوا لهم الايدي باش يكونوا في الماضي. وشو هما الافعال الاخرى اللي ما تقبلش الايدي في الماضي؟ ارواحوا تشوفوا. مستر بحمد رحت للطبيب؟ نعم رحت للطبيب. يذهبوا في اللغه الانجليزيه نقولوا go. بصح الماضي تاعو ماشي goed. الماضي تاعو هو went. رحت للطبيب نقولوا I went to the doctor. I went أنا ذهبت to إلى the doctor. Yes I went to the doctor. مستر بحمد واش شريت؟ شريت باكيه تاع الرز. يشتري باللغه الانجليزيه نقولوا باي. بصح الباي ما يقدروش يزيدوا لها الايدي باش تكون في الماضي. في الماضي تولي bought. So I bought شريت a pack معناتها باكيه of mina rice. I bought اشتريت a pack معناتها باكيه of mina rice. I bought a pack of rice. I bought a pack of rice. مستر بحمد ديت الفرينه؟ Yes I took it. I took the flour معناتها ديت الفرينه. ياخذوا في اللغه الانجليزيه هو take. الماضي تاعو اللي كيف ما نقدروش نزيدوا الايدي فالماضي يولي took. I took the flour ديت الفرينه. I took the bread ديت الخبز. I took the flour ديت الفرينه. ديت الخبز. I took the bread. ديت واحد العفسه ديتها نقول I took it. I took it. مستر بحمد بعث لي دراهمي. يس بعت لك دراهمك. يرسل في اللغه الانجليزيه هو send. في الماضي اللي كيف ما نقولوش نقولوا sended. نقولوا sent. I sent you the payment. بعت لك دراهمك. I sent you the payment. هذه نقولوها للناس في البيزنس باللي بعت لك دراهم أنا بعت لك دراهم تقولوا I sent you أرسلت لك the payment وهو الدراهم. I sent you the payment. Yes I sent you the payment. هذا الدرس كان من أهم دروس اللغة الإنجليزية. إن شاء الله يا ربكم استفدتوا. Thank you so much for watching and we'll see you soon إن شاء الله. السلام عليكم.